احنا الحين حاليا في علامتنا الخطوط الجوية الكويتية. قادمين ان شاء الله من القاهرة الى الكويت. ما قصروا ويانا ستاف جميل جدا اكثر من رائع. قدموا لنا جميع التسهيلات. أمانة يعني حاشتنا بعض المشكلة أن في قانون بمصر لازم نرجع ونرد مرة ثانية الطيارة. وفروا لنا سيارة، وفروا لنا شخص ينتقل فينا من الجوازات إلى منطقة مرة ثانية المغادرة. حاليا بانتظار الفنان اللي يعني طال انتظاره في الكويت، ماجد المهندس. كان ناطرينه وقاعدين على حر من الجمر، انتظرونا بعد شوية. بداية يعني البرنس ماجد المهندس، أنت من أعز الناس على قلبي أنا قبل الله جمهورك في يخليك. الكويت. الله الكويت كلها يسلمك. منتظرك. قناة سكوب اللي يعني ماخذة الحصرية في يعني تصوير الكواليس لفبراير الكويت. كل الكويت واقفانة عليك. بس أنا ودي أسألك سؤال قبل لا نبتدي اللقاء. آمرني. أنت شو مسوي بالكويتيين اللي خلصوا كل التذاكر من 3 أسابيع؟ أول شيء شرفتوني ونورتوني. سكوب مو غريب عليها هذا الدعم الماجد المهندس بالذات لكل الفنانين الآخرين الرائعين. أنت نورتني وشرفتني. هاي ثاني مرة نورتني قبل بالسويت عندي. شرف كبير اني اكون متواجد بشكل يعني دائم بهذا المهرجان اللي نولد كبير، مهرجان فبراير. كبير بنجومه، كبير بجمهور الرائع. الجمهور الكويتي له معزة خاصة بقلبي. كل فنان، صدقني كل فنان عربي وعالمي يطمح انه يوقف قدام الجمهور المميز، جمهور الذواق، الجمهور الرائع. والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى انعم علي اني دائما اوقف قدام هذا الجمهور، والله يقدرني ان شاء الله واكون دائما في حسن ظنهم. استاذ ماجد، يعني قاعد نشوف مهما يعني مهما قاعد يقدم لك الجمهور الكويتي ما قاعد يوفي لك شيء من فنك الراقي اللي انت قاعد الله تقدمه. يسلمك. يستاهلون جمهور الكويت. لقبت بالبرنس، شنو يعني لك هذا اللقب؟ صدقني كل الألقاب عزيزة على قلبي، لأن الجمهور اللي يطلقها تزيدني شرف وتزيدني تواضع وتزيدني حب أبادلهم إياه، وثقة كبيرة تزيد من مسؤوليتي وتزيد من صدقي بالأشياء اللي أختارها، بالفن اللي أقدمه لهم. الله يقدرني دائما أقول إن شاء الله أكون في حسن ظنهم. عندك أغنية مجهزة حق الكويت اسمها أكيد. من ألحان محمد بدلة، اسمها كلمات كويت فارق حسن. الكويت الحبيبة. الكويت الحبيبة أكيد. راح تكون رومانسية ولا شوية؟ لا شوي إيقاعية. احنا قدمنا الرومانسية، كانت روعة يا الكويت، روعة سنتين متواصلة. كلمات المبدع منصور الواوان والحان المبدع اخوي الرائع عبد الله القعود. هسه انا حبينا نسوي شيء جديد لهن بالكويت، يستاهلون طبعا. وان شاء الله تعجبهم يا رب. زين، الحين اطلع لك شوي من الاطار الفني اللي انت متعود عليه. اي لقاء قاعد يصير معاه قاعد ياخذون اخبارك الفنيه. نبي ماجد الحبيب. ماجد انت مو بس مهندس، انت كل الالقاب يتلوق لك. انت يسلم. انسان حبيب، وقاعد نشوفك هادي في اغانيك، هادي توصل القلب بسرعه وانسان راقي. هذا مو مجامله، وهذا شيء انت يمكن حاسه من خلال عملك لجمهورك. انت عصبي ولا مو عصبي؟ جدا عصبي. مو لايق بشغلي. بس بالشغل ولا بشغل؟ لا والله بشغلي. سالفنا عن العصبية. احنا يعني يمكن
متأذين شوي بالطيارة، لكن وقتك ما شاء الله عليك وعلى يعني على حسن تربيتك وعلى أخلاقك كفنان. الله يسلمك. أمانة قاعد تعطينا من وقتك الكثير. بالعكس شرف لي. قاعد نأذيك شوي قطع عليك. بالعكس. لكن عصبيتك هاي مطلع يعني طلعها بس بالبروفة. لا شاء الله. على وسام علينا بس يعني تدري لما الجمهور يمنحك يعني ثقة كبيرة ويكون متواجد بحفلاتك، ومثل ما تفضلت قلت يعني يحرص انه يكون موجود، يحرص على انه يكون وفي وياك، لازم انت تبادلهم هذا الوفاء. تبادلهم كيف؟ انه تحترم اذانهم، تقدم لهم اشياء راقية تليق بيهم، من ناتج العصبية، من تحرص انت على التفاصيل وتحرص على الشغل يطلع باكمل وجه. شوية تصير مرات اكيد تدري احنا بشر وخطائين، بالبروفات ما تصير اشياء مثل ما تحب، فتصير شوية اخذ وعطاء يعني. زين انت الحين قاعد تسافر وايد واعمالك وايد واكثر من ديره قاعد تقدم فيها مثلا حفل او زيارات خاصه او ايا كان، عندك رهبه وخوف من مثلا او طقوس معينه في الاقلاع والهبوط، تعاملك مع الطياره؟ سؤال محرج. لا انا دائما بصراحه دائما اخاف من الطياره، بس اقرا المعوذات وخلاص يعني قد ما لازم انت تخاف مثلي ها. يعني مضطرين تدري حياتنا احنا عايشين بالطياره، بس هذا ما يمنع يعني الخوف اللي جواي. زين ماجد غير وجهته، ما يبي يروح حق عمل، حاب انه يسترخي في مكان معين، وين وجهته المفضله؟ باريس يمكن لي عشت بها 5 سنين فالقى بها نفسي. زين اخر شيء، احمد مصورنا عنده يعني سؤال من اول الطياره ويرد لي يروح ويرد، انا ما ادري اذا انت تقبل فيه ولا ما تقبل، لكن بسالك اياه. قول لي يا احمد، هل انت انسان متزوج ولا عازب؟ لا انا سؤال قلت انت لحظه انت معجبه ولا لا يستاهل احمد معيون. يعني انا دائما احب اخلي حياتي الخاصه بالكواليس. اللي اريد اقول لك اياه انه عندي ابني محمد ما شاء الله، عندي اب الدنيا الحمد لله، كبر صار رجال عمره تقريبا 13 سنه ما شاء الله. الله يخلي اولادكم ويحفظهم ان شاء الله، تربوهم على يعني على الخير وعلى الطاعه باذن الله تعالى. زين اخر سؤال، ما ادري انا مستانس بلقائي معك وانا بعد والله. لا بالعكس شوي احاول ان اطلعك من الرسميه اللي احنا لا والله بالعكس ما اخذ راحتي انا مو كثر يعني سعادتي وناستي وياك وما ودي هم يعني اقطع على شيء. شنو تغديت اليوم؟ اليوم انا تصدق مسوي ريجيم صار لي كم يوم. على شنو؟ صدق على شنو؟ والله على شنو؟ لا فتره من بالاستوديو شباب اللي وياي ما شاء الله كلها اكيله، فاست فود والليل نتاخر اسامه الكمنجي نتاخر يعني قال لي ابي زبيدي. شوف كلهم مدحت واسامه وفايق كلهم ياكلون، والمشكله انه نتاخر بالاستوديو فنظل لحد الساعه 5 6 الصبح، فتبدي العيوش وتمن اخر الليل، فحبيت شويه اقلل. صار لي اسبوعين اكلت طاووق بصراحه. شلون شفت تعامل اكثر من رائع على فكره، يعني مو اول مره، يعني راقين جدا، الستاف كله راقين بتعاملهم، الطيارات ما شاء الله اكثر من رائعه، الكراسي مريحه، الخدمه مميزه. ان شاء الله يا رب الله يديم هالنعمه على الكويت الحبيبه، ويديم نعمه الامن والامان وبتقدم ان شاء الله دائم يا رب. عسى الله يوفقك. الله يخليك، مشكورين. عشان لازم نسكر. يلا. احنا الحين وصلنا المطار دولة الكويت الحبيبة برفقة فنان ماجد المهندس، وعلى متن الخطوط الجوية الكويتية بالسلامة. انتظرونا خارج المطار وان شاء الله راح تشوفون استقبال مهنئين له.